الاستجواب. من قتل الامام؟ من قتل الامام؟ المخبرون يملؤون غرفتي. من قتل الامام؟ احذية الجنود فوق رقبتي. من قتل الامام؟ من طعن الدرويش صاحب الطريق ومزق الجبة والكشكول والمسبحة الانيقة. يا سادتي، لا تقلعوا اظافري بحثا عن الحقيقة. في جثة القتيل دوما تسكن الحقيقة. من قتل الامام؟ عساكر بكامل السلاح يدخلون، عساكر بكامل السلاح يخرجون، محاضر، آلات تسجيل، مصورون. يا سادتي، ما النفع من افادتي؟ ما دمتم ان قلت او ما قلت سوف تكتبون. يا سادتي، ما النفع من افادتي؟ ما دمتم ان قلت او ما قلت سوف تكتبون. ما تنفع استغاثتي ما دمتم ان قلت او ما قلت سوف تضربون. ما دمتم منذ حكمتم وطني عني تفكرون. لست شيوعيا كما قيل لكم يا سادتي الكرام، ولا يمينيا كما قيل لكم يا سادتي الكرام. مسقط رأسي في دمشق الشام. لست شيوعيا كما قيل لكم يا سادتي الكرام، ولا يمينيا كما قيل لكم يا سادتي الكرام. مسقط رأسي في دمشق الشام. هل واحد من بينكم يعرف اين الشام؟ هل واحد من بينكم ادمن سكن الشام؟ رواه ماء الشام، كواه عشق الشام. تأكدوا يا سادتي، لن تجدوا في كل اسواق الورود وردة كالشام، وفي دكاكين الحلى جميعها لؤلؤة كالشام. لن تجدوا مدينة حزينة العينين مثل الشام. لست عميلا قذرا، لست عميلا قذرا كما يقول مخبروكم سادة الكرام، ولا سرقت قمحة، ولا قتلت نملة، ولا دخلت مركز البوليس يوما سادة الكرام. يعرفني في حارة الصغير والكبير، يعرفني الأطفال والأشجار والحمام، وأنبياء الله يعرفونني عليهم الصلاة والسلام. الصلوات الخمس لا أقطعها يا سادة الكرام، وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام. من ربع قرن وأنا أمارس الركوع والسجود، أمارس القيام والقعود، أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام يقول اللهم امحق دولة اليهود، أقول اللهم امحق دولة اليهود. من ربع قرن وأنا أمارس الركوع والسجود، أمارس القيام والقعود. يقول أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام يقول اللهم امحق دولة اليهود، أقول اللهم امحق دولة اليهود. يقول اللهم شتت شملهم، أقول اللهم شتت شملهم. يقول اللهم اقطع نسلهم، أقول اللهم اقطع نسلهم. يقول اغرق حق حرثهم وزرعهم،
أقول أغرق حرثهم وزرعهم. وهكذا يا سادة الكرام قضيت 20 سنة أعيش في حظيرة الأغنام، أعلف كالأغنام، أنام كالأغنام، أبول كالأغنام، أدور كالحبة في مسبحة الإمام، أعيد كالببغاء كل ما يقوله حضرة الإمام. لا عقل لي، لا رأس، لا أقدام، أستنشق الزكام من لحيته والسل في العظام. قضيت 20 سنة مكوما كرزمة قش على السجادة الحمراء، أجلد كل جمعة بخطبة غراء، أبتلع البيان والبديع والقصائد العصماء، أبتلع الهراء 20 عاما وأنا يا سادتي أسكن في طاحونة ما طحنت قط سوى الهواء. يا سادتي بخنجري هذا الذي ترونه، يا سادتي بخنجري هذا الذي ترونه طعنته في صدره والرقبة، طعنته في صدره والرقبة، طعنته في عقله المنخور مثل الخشبة، طعنته باسمي أنا واسم الملايين من الأغنام. يا سادتي أعرف أن تهمتي عقابها الإعدام، لكنني قتلت إذ قتلته كل الصراصير التي تنشد في الظلام والمستريحين على أرصفة الأحلام. قتلت إذ قتلته كل الطفيليات في حديقة الإسلام، كل الذين يطلبون الرزق من دكانة الإسلام. قتلت إذ قتلته يا سادة الكرام كل الذين منذ 1000 عام يزنون بالكلام.